السلام عليكم. خلينا النهارده كده نلعب لعبه مع بعض. انا هخمن 3 حاجات، ولو خمنت صح قولوا لي جبت كام من 3 في الكومنتس. انا جنة عادل وهادي السلام. احنا دلوقتي في مدينه اوميلاس. تسالني فين اوميلاس دي يا جنش؟ اقول لك علمي علمه، لكن اللي نعرفه ان قدامها بحر او خليج وحواليها داير ما يدور في 18 جبل عالي، يا دوب التلج اللي فوقيهم ابتدى يدوب، والجبال ابتدت تخضر، ونسايم الزهور والاعشاب البريه نازله من عليها على المدينه تحت. المدينه برضو مليانه جناين وبساتين واعشاب واشجار وكل حاجه حلوه، والشوارع نظيفه والنهار لسه في اوله. من بعيد بنسمع صوت اجراس جايه من مجلس المدينه وعماله ترن بطول اوميلاس وعرضها، وفي الشوارع وعلى الشجر وعلى البيوت البيضه الصغيره ام سقف احمر شايفين زينات ورايات واعلام. خير يا جماعه، يا رب كتر اعيادنا. قالك النهارده احتفال الصيف، ليه في حد ممكن يحتفل بالصيف يا اخي؟ وليه لا؟ شمس طالعه والجو جميل والناس رايقه والشوارع فاضيه، مفيش زحمه، مفيش حد بيشتغل شغل ما بيحبوش بال20 ساعه عشان عليه اقساط، الناس بتحترم بعض، الشوارع امان، الستات ماشيه براحتها والعيال بتلعب في الشارع عادي، والناس ماشيه في الشارع باين على وشها السعاده والرضا والصحه، مفيش قتل ولا حقد ولا طار ولا كاننا في الدقهليه على راي احمد رمزي. ما يحتفلوش ليه؟ ومع ذلك، وده اول تخمين ليا في السحله دي، انتوا دلوقتي بتفكروا هو ده مكان خيالي؟ هي دي اسطوره؟ هل ده مثلا شعب بدائي كان عايش قبل الحضاره؟ عموما ده سؤال حلو، بس السؤال الأحلى منه ليه فكرتوا في كده؟ أنا لحد دلوقتي ما قلتش أي حاجة خارقة، ناس عايشين في مكان جميل ونظيف ومبسوطين، ليه على طول دماغكم راحت إن ده مكان مش حقيقي؟ هي صعبة قوي كده؟ لو خمنت صح تقولوا لي في الكومنتس، بلاش نصب. اللي أنا أقدر أقوله إن ده مش مجتمع بدائي، لأ، عندهم تكنولوجيا وعندهم أجهزة زي اللي عندنا وأجهزة متطورة عنها كمان، وفي طاقة من غير وقود علشان الموضوع فعلا مش صعب للدرجة دي، بس مفيش سلاح مثلا، مفيش جيش، مفيش شرطة، مفيش ملك ولا رئيس. مش معنى كده ان الدنيا سايبة، بالعكس، اهالي اوميلاس عرفوا يوصلوا لطريقة يتعاملوا بيها مع بعض بمنتهى النظام والاحترام من غير ما يحتاجوا سلطة تظبط عيشتهم. من الشوارع الجانبية ابتدت الناس تطلع على الشوارع الرئيسية وتمشي في اتجاه المرج الكبير اللي حوالين البحيرة اللي في شمال البلد. في الوقت ده من كل سنة بيتعمل سبق الخيل هناك، ويا اخي حتى الخيل شكلها يفتح النفس، جميلة وصحتها حلوة، والخيالة بيعملوها بحنية، قالوا عاملين لها ضفاير ذهبي وفضي في شعرها كده عشان العيد. بيتكون موكب، وفي مقدمة هذا الموكب بيمشي ناس كبار في السن بس شكلهم وقور كده وبصحتهم، لابسين رمادي وبنفسجي وشايلين أعلام ورايات أوميلاس، وبعدين بتطلع البنات تغني وترقص في الشارع. وفي اليوم ده كل ولد وبنت بيعجبوا بعض بيبقوا لبعض في ساعتها، مش مطلوب غير ان هما الاتنين يبقوا راضيين ومبسوطين. والعيال اللي بتيجي من اللي بيحصل في احتفالات الصيف في أوميلاس بيبقوا ولاد البلد كلها، كل الناس بتاخد بالها منهم وكل الناس بتشارك في تربيتهم. عندكم مثلا الطفل اللي قاعد على الرصيف بيلعب بالناي بتاعه، ده كان ابن واحد من احتفالات الصيف في اوميلاس، وزي ما انتم شايفين قاعد بيلعب مزيكا ورايق، الناس بتعدي تقف جنبه تسمعه شويه، يطبطبوا عليه، يقولوا له كلمه حلوه ويكملوا في طريقهم عادي. بيوصل الموكب على المرج، فبنشوف خيام ملونه منصوبه برضو عليها الاعلام والزينات، ومائده طويله عليها ما لذ وطاب من اصناف الاكل، كل البلد شاركت في تجهيزها وبنحقق اي حد ياكل منه، والسبق بيبدا. لو ليا ان انا اخمن التخمين التاني، فصلاح دلوقتي قاعد مش على بعضه، بتفركوا يا ترى المصيبه هتيجي منين؟ اكيد الحياه مش هتمشي بالروعه دي، يعني دي ما تبقاش حكايه. وزي المره اللي فاتت، لو خمنت صح ما تنصبوش، ادوني درجتي في الكومنتس. ماشي، فين المصيبه برضو؟ هيجي جيش يهجم عليهم مثلا؟ لا، اوميلاس بلد الامن والامان، مفيش حد يستجري يهاجمها. طب حد من الناس هيرتكب جريمه؟ برضو لا، اهالي اوميلاس ناس طيبين وما بيأذوش نمله. طب هيجي حد غريب اعرابي معدي يعمل اي نوش؟ لا. بس يعني لو مصرين نفرك على اي نكد علشان القصه تبقى مبلوعه شويه، فهناك تحت واحد من البيوت او يمكن احد مباني اوميلاس في سرداب طويل تحت الارض. في نهايه هذا السرداب في اوضه صغيره قوي، طولها 3 خطوات وعرضها يمكن خطوتين. الاوضه دي ملهاش الا باب واحد دايما مقفول وما فيهاش اي شبابيك، والاركان معشش فيها العنكبوت. ورا الباب على طول في ممسحتين واقفين كده في منتهى القذاره وريحتهم قلب الاوضه. وفي ركن الاوضه في ابعد حته ممكنه عن الممسحتين دول في عيل صغير. الطفل ده المفروض يكون عنده 10 سنين، بس من كتر سوء التغذية والإهمال شكله ما يديش أكتر من 6 سنين. قاعد من غير هدوم، جلده فيه منتهى القذارة ومليان تسلخات لأنه قاعد فوق فضلاته، محدش بينظفه ولا بيسمح له ينظف نفسه. هذا الطفل قاعد في الركن بعيد عن الممسحتين لأنه بيخاف منهم، وعمال يقول كلام مش مفهوم ويئن. بيقولوا إن الطفل ده زمان كان بيعرف يتكلم عادي، وإنه كان عايش فوق مع أهالي أوميلاس،
ويمكن يكون حضر احتفالات الصيف، وانه اول ما نزل المكان ده فضل ايام وليالي يبكي ويعيط ويحاول يعتذر عن حاجه هو مش عارفها. انا اسف يا جماعه، ايا كان اللي عملته عشان ترموني في المكان القذر ده، مش هعمل كده تاني، خلاص هسمع الكلام. فضل الطفل يقول خلاص هسمع الكلام هسمع الكلام من غير ما حد يعبره ولا يرد عليه، لحد ما بالوقت نسي الكلام وما بقاش يقول غير الاصوات اللي مش مفهومه اللي طالعه منه دلوقتي دي. الطفل ده مش هيخرج من هنا. من وقت للتاني بيجي ناس من اهالي اوميلاس الطيبين، واحد منهم بس بيفتح الباب وبيدخل لهذا الطفل المسكين يزغده كده علشان يقوم يقف والكل يشوفوه، ويحط له شويه ذره وشويه ميه، حاجه كده يدوب على القد بحيث ما يشبعش، لازم يفضل جعان ولازم يفضل خايف. وبعدها الراجل بياخد بعضه وبياخد اللي معاه وبيقفلوا عليه ويمشوا. تقول لي طب الطفل ده مين؟ اقول لك علمي علمك. طب عمل ايه يعني عشان يترمي الرميه السودا دي؟ معرفش. طب ليه محدش بيحاول يطلعه؟ مش دول ناس طيبين المفروض؟ ده سؤال حلو. كل اللي نعرفه ان سعادة اوميلاس الفظيعة المستفزة اللي فوق دي معتمدة على معاناة هذا الطفل، وهذا الطفل بس. طول ما هو بيعاني الدنيا فوق هتفضل تمام. تقول لي طب جت ازاي يعني؟ تعويذة؟ سحر؟ اللهم ان كان سحرا فابطله. اقول لك الموضوع معقد، مش كل الناس فاهمينه، بس الاجيال الاكبر من اهالي اوميلاس هم اللي عارفين الموضوع بالتفصيل. ومع ذلك كل اهالي اوميلاس عارفين بوجود الطفل ده، وعارفين الصفقه ان كل السعاده اللي هم فيها دي معتمده على بؤس هذا الطفل. تقول لي ايه الناس دي؟ يعني سايبين الطفل يعاني علشان هم تفضل عيشتهم كويسه؟ انا كان قلبي حاسس والله من ساعه ما قلنا ان هم بيحتفلوا بالصيف وانا حاسه ان في حاجه مش تمام. استهدى بالله كده ونحسبها. عندك في اوميلاس مئات ويمكن الالاف من البني ادمين، كبار واطفال وحيوانات، كلهم عايشين في منتهى السعاده والرخاء والصحه، محدش ناقصه حاجه، حتى الجو حلو. طفل واحد بس صغير بيعاني. حتى يا ستي لو طلعنا هذا الطفل ونضفناه واكلناه وعالجناه، هو دماغه مش هنا، ويمكن ما كانتش هنا من الاول. مفيش حاجه تضمن ان بعد كل اللي شافه ده هيعرف يعيش فوق الارض ويتعامل مع الناس عادي. هنقدر عيشه مئات الناس علشان طفل واحد بس يعيش حياه اقل بؤسا بشويه؟ مين المجرم اللي يعمل حاجه زي كده؟ يجيب المرض والفقر البلد بحالها علشان ينقذ شخص واحد؟ هو الصراحه ده مش كلامي، ده الكلام اللي الكبار بيقولوه للاطفال لما يروحوا يزوروا الطفل بتاع اوميلاس ده. ما هي دي واحده من القواعد، كل طفل بين 8 و12 سنه لازم يروح يشوف الطفل ده مره في حياته ويتشرح له الوضع، ويعرف ان السعاده والهنا اللي هم عايشين فيه معتمدة على معاناة الطفل ده. وبعد الغضب والعياط ومحاولات الثورة والتمرد والخطط الطفولية لإنقاذ الطفل المسكين، الزمن بيعمل عمايله. في منهم بينسى وفي منهم ما بينساش، حتى لما بيكبروا احيانا بيروحوا يشوفوه من نفسهم. والغريب ان هم لما بيروحوا يشوفوه ده بيخليهم يقدروا الحياه اللي هم فيها اكتر، وعلى قد المعاناه اللي هو بيشوفها والقسوه اللي الناس بتعاملوا بيها بيحنوا على بعض اكتر. بس هو الصراحه مش كلهم. بيحصل احيانا ان عدد قليل من العيال اللي بيروحوا يشوفوا طفل اوميلاس المسكين ده ما يرجعوش بيوت اهاليهم، بيطلعوا من السرداب على الشارع الرئيسي، على بوابات المدينه، على الغيطان الواسعه المفتوحه اللي حواليها، على ارض الله الواسعه، ومحدش بيحاول يمنعهم. في اوميلاس كل واحد حر. والموضوع ده بيحصل مع الكبار احيانا، تلاقي الواحد فيهم دخل في حاله صمت يومين 3 وبعد كده خد في وشه وهج. على فين؟ ما بنعرفش، بس اللي بيسيبوا اوميلاس عارفين طريقهم كويس. الذين غادروا اوميلاس او The Ones Who Walked Away from اوميلاس دي قصة قصيرة كتبتها الكاتبة الأمريكية أورسولا لو جوين، يا رب أكون بقول اسمها صح. تعتبر أشهر أعمالها تقريبا وخدت عليها جوائز كتير قوي. القصة موجودة بالعربي على موقع بورينج بوكس أو كتب مملة، لو حد مهتم يقراها هسيب لكم اللينك في الكومنتس. والقصة دي بتقدم حاجة كده شبه معضلة القطار. الدحيح كان عمل عنها حلقة جميلة جدا، اللي ما شافهاش يشوفها. وهنا خليني أخمن التخمين الأخير في السحلة دي، وبرده من غير حمرقه. لو خمنت صح قولوا لي في الكومنت. تخميني ان في دماغك صوتين دلوقتي، صوت غضبان جدا من اهالي اوميلاس وشايف ان اللي بيعملوه ده في منتهى القسوه والانانيه. سعاده ايه دي اللي تيجي على تعذيب بني ادم وحبسه؟ انا ما احبش اكون مكان الطفل ده، واللي مرضهوش على نفسي مرضهوش على حد. الصوت ده شبه صوت الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، كنا اتكلمنا عنه في سحلات قبل كده. كانت كان شايف إنك لو ما تقبلش الحاجة دي تبقى قاعدة عامة وما تقبلهاش على نفسك، يبقى الحاجة دي مش تمام، مش أخلاقية وما ينفعش تتعمل. تقبل إن حبس الناس وتعذيبهم تبقى قاعدة عامة، تقبل إن حد يحبسك ويعذبك، خلاص يبقى ما تعملش كده في حد. واللي حاصل مع طفل اوميلاس البائس ده مش مقبول تماما. بس في صوت تاني بيقول طب هو ايه اللي ترتب على حبس الطفل؟ ايه العواقب اللي ترتب ان في اطفال وكبار كتير تانيين عايشين في منتهى السعاده اللي في الدنيا، زي الطفل اللي كان بيعزف على الناي اللي قابلناه في طريقنا في الموكب ده. وده يعرف بالفلسفه العواقبيه او الكونسيكونشاليزم، ان عشان نحدد الفعل ده صح ولا غلط نبص على العواقب، على النتيجه. لو العواقب سليمه يبقى الفعل سليم، لو العواقب مش سليمه يبقى الفعل مش سليم.
للدقة لو العوائد دي بتحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة أو اليوتيليتي لأكبر عدد ممكن من الناس، ده يبقى فعل سليم حتى لو هيجي على حساب ناس تانية، وده اللي اسمه الفلسفة النفعية أو اليوتيليتاريانيزم. فبتوع النفعية دول هيبصوا على أهالي أوميلاس ويقولوا يا سلام، هو ده النظام التمام، احنا حققنا منفعة كبيرة جدا لعدد كبير جدا من الأشخاص، والمقابل طفل واحد بس عايش في معاناة، سيبوه محبوس طبعا. انتوا رأيكم ايه لو نمتوا صحيتوا ولقيتوا نفسكم عايشين في أوميلاس؟ هتسيبوا الطفل مكانه ولا هتطلعوه وتجيبوا النكد والبلاوي للبلد كلها، ولا هتمشوا مع اللي مشيوا؟ قولوا لي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه. وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس جبت كام من 3.